ناو بليز. ايش هذا يا بشير؟ الرجال تأخر. من اللي تأخر يا دكتور؟ راعي الحمار. طبعا طبيعي، بس هذا الفاكس طال عمرك يقول أصل اليوم السبت الساعة 3 عصرا. بشير الظاهر انت اقامتك مع الحيوانات اثرت عليك. حنا اليوم السبت والساعة عدت 3 ولسه ما جاء. يمكننا خايف على الحمار يصيب شيء طال عمرك. هو صحيح الحقيقة لازم ينتبه. هذه 20,000 دولار ما هي بلعب ذي. 20,000 دولار؟ طبعا يا بشير. هذا من سلالة نادرة، هذا حمار أصلي، ما هو مثل اللي مسرحات في البران. لا، أنا الحقيقة أمنيتي يا بشير أستنسخ حمار من هالنوعية وأثبت للعالم أن الحمار مو مثل ما يظنون. لا، الحمار ذكي ولماح. Hello? Yes? For a minute. Doctor? Yes. Thank you. ألو. مرحبا. اي نعم أنا الدكتور فهد. هلا. أنا جاي الآن جاي. Thank you. شكرا. وصل يلا. وصل على الحمار. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الدكتور. اي هنا دكتور فؤاد. جبت الحمار؟ اي جبناه الله يسلمك. مسافة واحنا ماشيين بهالمسافة تأخرتوا علينا الله يهديك. طويلة طال عمرك مسافة الله يسلمك. هذا هو. هذا هو ها؟ اي نعم هذا اللي اتفقنا عليه، وهذه طال عمرك سيرته من 1000 سنة. الله 1000 سنة؟ يبا 1000 سنة. 1000 سنة. زين. بس طال عمرك عاد الله يسلمك الفلوس الله يطول عمرك. الحين ما تشوف ان 20,000 دولار شوي واجده الله يحييك؟ لا يبا بالعكس قليلة. هذا يبا حمار أصيل. تصور ان هذا ابوه وجده وامه كلهم شاركوا في معارك طاحنة، معارك قوية. وتصور عمره ما نسى صاحبه ولا عمره نسى بيت. طبعا طبيعي، بس تبينا طال عمرك نكتب الشيك باسمك ولا باسم الحمار؟ كل واحد ما في شنو باسم الحمار، باسمي انا يبا. ايش بدك انت؟ الله يسلمك. خلاص كتبناه باسمك. سم هذه 20,000 دولار حلال عليك. الله يسلمك. وإن شاء الله إذا استنسخنا منه نسخ نعطيك واحد. الله يسلمك. وهذه سيرته طال عمرك. زين. هذه سيرته. بس ممكن أشوف الحمار بسرعة أودع الحمار بسرعة. تفضل. اهتموا فيه. حاضر من عيوني طبعا. اعتبره أنت. طبعا طبيعي. الله يسلمك. نعتبره بمنزلتك عندنا. الله يسلمك. اسمع. نعم. تطلع الآن معه تخليه يودي الحمار جوا. وتقول للحقين المختبر يسوون لي جميع التحاليل طبعا كلها وتجيبها لي في المكتب على ما اقرا السيره. طبعا طبيعي. انتبه له. طبعا طبيعي. لا تجافيني. اعذرني. كم الارتفاع؟ 1.20 سنتي. طول الذيل كم؟ 50 سنتي. الرقبة؟ يعني 40 إلى 45 سنتي. خلاص. ايش الكلام الفاضي هذا؟ لا هذا كلام فاضي. ايش ده؟ فواتير وسندات وكلام فاضي. وين السلالة؟ وين السلالة النادرة؟ وين الأصل؟ وين المعارك اللي اتفقنا عليها؟ لا، المسألة فيها إنها. يا عيني يا دكتور. يا عيني. خير يا بشير، وش فيك أنت؟ الحمار يا دكتور رفسني في عيني وأنا أخذ عينة دم منه. بعد فيها رفس؟ لا، أصبحت الشغلة واضحة، غش واحتيال. الرجال أخذ 20,000 دولار وضحك علينا ومشى. وكل ما أقول له يا دكتور يبدأ يناهض. اسمع يا دكتور. هات افتح لي شوف. تفضل. بعد لا ثبت الآن إن فيها غش 100%. إيش فيها يا دكتور؟ هذه سلالة ما تسوى ولا قرش، ما يصلح أستنسخ منها أي شيء. طبعا طبيعي، أنا بس شفت عيونه يا دكتور عرفت إنه حمار عادي. عجيب، مركز عربي مرموق يضحك علينا في حمار.
لا، وراي. يا أستاذ آدم الله يرضى عليك، الحمار مغشوش. عندنا مركز عربي مرموق ننخدع في حمار. التحاليل معي تثبت إنه حمار عادي زي أي حمار بالشارع. طيب انت عرفت كيف انه ما ذكي؟ من التحاليل يا أستاذ آدم، احنا مركز عربي مشهور بالتحاليل. الدم عادي جدا، لا ذكي لا لماح لا أي شيء من الكلام، زي أي حمار عادي. لا، وعلاوة على هذا يرفس وينطح ويعض. قل لي يا اخي الكريم، البايع ده بينك وبينه اي علاقه؟ شلون أعرفه طال عمرك؟ الرجال لهب مني 20,000 دولار وتوكل على الله. بس عندنا شيء واحد الحقيقة، عندنا رقم الفاكس واسمه بالكامل. اكتب: تشكل لجنه من الخبراء والمختصين للنظر في الدعوة المقدمة من مركز الأبحاث العربية على أن يتم استدعاء البائع. طيب يا أستاذ آدم، أجيب الحمار معي ولا لا؟ تجيب لي الحمار ده أعمل بيه شنو؟ قفل خشمك واسكت ساكت. الحمار ده خليه بعدين. هاي أهم شيء غطه زين، لا يجيه برد لا نبتلش به. طبعا طبيعي، بس دكتور انا خايف يرفسني. يا بشير مش مهم أنت، المهم الحمار الآن. تعرف أنا موقع الأوراق الآن صار في عهدتي. سبحان الله، يجي بكرة الزكام يجي شيء ثم يقولوا أنتم السبب. زين، ايش رايك يا دكتور احنا في الليل ندخله في المكتب عن البرد، وفي النهار نرجعه في الحوش علشان الشمس، نضمن انه مرتاح ومتكيف. جميل، فكرة جميلة يا بشير. طبعا حطوه في المكتب، طبعا طبيعي، أكلوه كويس إن شاء الله تجيبوه من فرنسا. طبعا طبيعي، سمعوه موسيقى، شغلوا له كنديشن بالنهار ولحفوه بالليل. طبعا طبيعي، انتبه له. طبعا طبيعي. مار يا جماعة، يا إخوان، يا حضرات الأعضاء، يا سعادة الرئيس، المسألة واضحة، غش صريح. الحمار حمار عادي جدا مثل المهيتات بالشوارع، ما يسوى ولا قرش يا جماعة. لا يا حجي، لا انا ارفض هالحكي هذه واشجب وانكر شلون بعد. ترفض تنكر؟ الحمار تغش الناس على كيفك يعني. الحمار هذا اصيل ومن سلاله شلون معروفه. اصيل وشلون يا جماعة شوية لو سمحتوا. وانت بالله شلون عرفت ان الحمار اصيل من 1000 سنة؟ عايش معاه انت؟ لحظة يا أستاذ، إلا أنت يا دكتور وشلون تشتري لك حمار ب20,000 دولار وأنت ما تدري وش أصله وش فصله وين جاي منه؟ ما عارف ليه انتوا الاثنين كلامكم ده شنو؟ عملتوا من الموضوع ده قضية على كلام فارغ. كلام فارغ يا أستاذ آدم؟ صار لي ساعة وأنا أشرح لك تقول كلام فارغ؟ شلون يعني كلام فارغ؟ طبعا كلام فارغ، والأستاذ آدم معه حق. هذا بيع وشراء مو لعب يا هال. أنت تسكت بالذات. أنت من يوم شفتك حريص على الكاش وأنا عارف إنك نصاب. أنا أولا أشجب وأنكر هالحكي اللي قاعد يقوله. يبقى هذا حمار قوي ومتين ومن سلالة، يبقى ما في أحسن منه. أما حد ذكي ولا مو ذكي هذا ما أدري عنها، أنا ما أدري. شفتوا شاهدتوا؟ يقول ما هو بذكي. وشلون يا أستاذ يصير حمار أصيل ولا هو بذكي؟ ها؟ أصله ده ما كلام كويس نهائي. ده مركز عربي عنده احترام ومكانة بين الهيئات الدولية، وتطلع منه قرارات مهمة. ما تقوم تضحك عليه بحمار. قسم يا أستاذ آدم ما قلت إنه ذكي. يا جماعة إذا المسألة مسألة ذكاء الحمار، هذه مسألة معقدة مو سهلة أبدا. هذا حمار. يا جماعة بعد أنتم يا أخي، المفروض البايع يوضح للمشتري كل حاجة من البداية. بعدين هذا مركز عربي يا ناس، مركز عربي معروف عند العالم، ما يصير إنه ينصب عليه بحمار. هذا الكلام اللي قلناه يا جماعة خير. أنا ضحكت. اي نعم ضحكت. ما ضحكت. هذه مركز وحتى أنا ما سويت شيء. جاي مني حمار. قفل خشمك منك ليه؟ بالطريقة دي ما نطلع بنتيجة. القضية بتاعت الحمار ذاته باين ليه تاخذ وقت. بس أنا حجي ما قلت ليك قفل خشمك، قلت ليك اسكت ساكت.
يا جماعة خلونا نتفق على موعد تاني بعد أسبوع. كون فكرت، روقت، غررت، ريحت، فكرت في حل. رأيكم شنو؟ قريشاتي باخذها وتاخذ حمارك وتفارقني انت وياه. تاخذ حماري هذا بيع وشراء. انا بعتك الحمار خلاص. ما ايش بيع وشراء؟ تضحك علي. انت بيع وشراء. انت قاعد تضحك علي بحمار. تضربني. انت قاعد تضربني تهددني. فاضي بس هذا اللي اخذنا منك. اي على الصراخ والهواش يا دكتور، إذا كنت متصور إنك تاخذ حقك بالقوة فأنت غلطان. ما تسمعوا ايش يقول الحين؟ يا دكتور الله يهدينا وياك، بعد انت اتهمته بسرقة فلوسك. يا جماعة والله اللي قاعد يصير مسخرة. ما صار اجتماع لجنة عربية هذه محترمة. يا جماعة الخير والله وش خليتوا لي للجحال؟ واحد يسب ويلعن والثاني يقول انت سارق وحرامي. ما يصير. يا جماعة خير أنا عندي تحاليل علمية. هذا حمار عادي ما يسوى ولا قرش، وهذه فلوس مركز لازم أرجعها. أولاً شوف ايش سويت فيني، ثاني شيء أنا أرفض هذه التحاليل، وش دراني أنك ما تكذب؟ أنت وش فهمك بالتحاليل يا جاهل؟ شو أنا ما أفهم. أها اشتغلنا. اكتب. نظرا لصعوبة تحديد القدرات العقلية والذهنية للحمار، وللطعن المقدم من قبل البائع حول النتائج المخبرية التي أجراها مركز الاستنساخ على الحيوان ذاته، فإن اللجنة، قفل خشمك واسكت ساكت، فإن اللجنة قررت ما يلي: أولا تجرى فحوصات مخبرية على الحمار ذاته في مختبر محايد من قبل أطباء بيطريين متخصصين على أن تقدم النتائج في مدة أقصاها 10 أيام. ثانيا يتم التحفظ على الحمار ذاته، ويجب مراعاته كونه العنصر الأهم في هذه القضية. انتهى. الحين بدأوا في الفحص النووي والمخبري على الحمار؟ طبعا طبيعي. يعني الخبراء شغالين؟ طبعا طبيعي. اسمع، إذا خلصوا جيب النتائج اللي في المكتب وتعال. طبعا طبيعي. نعم. يا أخي ما تفهمون أنتم. قلت لكم 20 مرة تصرفوا. ما زالت قضية الحمار لم تحل، فأنا اعتبروني غير موجود. خلوني أتفضلها. تصرفوا يا أخي. ها بشر وش أخبار الفحص؟ طبعا طبيعي. ما أدري، بس في طال عمرك صحفي يبي يقابلك من مدة شهر. صحفي؟ الحقيقة ما عاد عندي شيء أسكت عنه. خليه يدخل. حاضر دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية يا دكتور. هلا حياك الله. تفضل تفضل. ما بقينا نشوفك يا دكتور، أخيرا شفناك. الله يسلمك. ما أدري إيش آخر الأخبار يا دكتور؟ والله الحقيقة المركز يتعرض لصعوبات من حوالي شهر. احنا الحقيقة مرينا بعملية نصب واحتيال صعبة شوي. دفعنا 20,000 دولار في حمار على أساس أنه حمار أصلي ومن سلالة نادرة. اتضح أنه حمار عادي ما يسوى شيء، ولكن طبعا احنا ما سكتنا. احنا الآن نطرق القنوات الرسمية لاسترداد حقوق المركز. يا اخوان ارجوكم الهدوء. بصفتي رئيس اللجنة الطبية أرجوكم، رئيس الهيئة، الأخوة الأعضاء، بايع الحمار، شاري الحمار، اسمعوا هذا التقرير أرجوكم. بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية والمختبرية والنووية على هذا الحمار اتضح أن صحته وبشكل عام جيدة،
شفت صحته جيدة. نتكلم عن أصل الحمار مو بصحته. اسمع إذا تدخلت في الموضوع مرة ثانية ششتل ورقي وامشي. يلا خلص. إذن هذا الحمار مثله مثل أي حمار آخر، يعني من المفترض أن تكون قدراته العقلية جيدة. من المفترض سامع؟ من المفترض يقول. لحظة يا دكتور، خليه يكمل. نرجع لموضوع الحمار. نسبة الذكاء في هذا الحمار غير واضحة، بما معنى أنه يمكن يكون هذا الحمار ذكي ويكون هذا الحمار غبي. يعني ممكن يكون غبي. لا تقاطع يا دكتور، لا تقاطع، خليه يكمل، ما يصير. يكمل شنو؟ طالما انه الموضوع مشى لناس الصحافة انا ما بقدر بشكل لجان على الفاضي. واحد يقول لي غبي، واحد يقول لي ذكي، واحد يقول لي غبي، واحد يقول لي ذكي. ده شيء بيجنن. بكره تبقى لنا فضيحة قصة الحمار ده. هيقول الحل يا استاذ. اسكت ساكت، قفل خشمك واسكت ساكت. الإعلام مسؤولية خطيرة، والهيئة العربية ما تقدر على الكلام ده. اكتب تحال القضية برمتها إلى الجهات العليا للبت فيها، على أن يحجز الحمار ويتم التحفظ على البائع والمشتري في إقامة جبرية. ليش يا استاذ آدم؟ قفل خشمك. والتحفظ على البائع والمشتري في إقامة جبرية حتى يبت في القضية. انتهى. والجدير ذكره أن قضية الحمار قد تحولت مركز الاهتمام لدى المسؤولين، خصوصا بعد أن بدأ الرأي العام يتابعها باهتمام بالغ، ومن المتوقع أن تحال القضية بكاملها إلى اللجنة العليا في اجتماعها القادم بعد أن فقدت السيطرة عليها على حد تعبير أحد المسؤولين. أعزائي المشاهدين، آخر المستجدات عن حمار اللجنة نوافيكم بها. تعال جت الأخبار بسرعة، تعال. طبعا طبيعي، صاحب الحمار هو اللي غشنا وقال ان الحمار ذكي. يا جماعة خير، القضية ما هي قضية الفلوس أو ال20,000 $، القضية أن هناك مؤامرة لتدمير أبحاث المركز. هل هذا يعني أن هناك جهة غير عربية قامت بالتخطيط لتدمير المركز؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد، لأن الحقيقة الحمد لله أصبحنا نعتمد على نفسنا في أبحاثنا، وهذا طبعا لا يعجب البعض. يقال أن البائع اختفى، هل هذا الكلام صحيح؟ لا هذا غير صحيح. البائع يا أخوان موجود، وأبشركم أبحاثنا مستمرة. احنا لا يمكن أن نسمح لحمار أو من هو وراء الحمار أن يعيق أبحاثنا، هذه مصالح عربية عليا. وقد تبين لمصادرنا الخاصة أن الحمار بيع على أنه من نوع نادر وسلالة أصيلة. أما التفاصيل فسنوافيكم بها مع نشرتنا القادمة. أليس الإنسان العربي وحده يدفع الثمن لكل خلاف عربي حتى لو كانت قضية حمار؟ برنامج الصوت المقابل يأتيكم كل خميس في الأوقات التالية: 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذا أنا عبود سليم. هل أصبحت قضية الحمار هي الشغل الشاغل للأمة؟ لماذا هذا التركيز على قضية الحمار؟ هل هي محاولة للتغطية على الملفات العربية الصعبة والساخنة؟ هل صحيح أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء لتدمير المركز العربي؟ أم أن كل ذلك افتعال وفبركة صحفية؟ أليس الإنسان العربي وحده يدفع الثمن لكل خلاف عربي حتى لو كانت قضية حمار؟ هل أصبحت حقوق الحمير أهم لدينا من حقوق الإنسان؟ حول هذا الموضوع معنا في الاستديو الباحث في الشؤون العربية الأستاذ أسعد سعيد،
ومن صحيفة القلم الأحمر الكاتب المعروف بدر كامل. فأهلا بكم وهيا بنا نتناطح. أهلا وسهلا، حياك الله. نبدأ بالأستاذ أسعد سعيد، ما هو رأيك بهذه الضجة الإعلامية؟ باختصار شديد، الوقت داهمنا. ما لا شك فيه أن القضية أصبحت تهمنا جميعا، ليس على مستوى الشارع العربي بل على مستوى أصقاع العالم. والمركز عندما فشل في حل قضيته حولها على البائع المسكين وقال إنها قضية نصب واحتيال. أنا الحقيقة أستغرب من رأي الأستاذ، بغض النظر عن الفكرة وصحتها، فهذا الحمار مغشوش يا سيدي. نعم إنه مغشوش، وهذا مركز عربي يجب أن يدعم بسلالات عربية أصيلة نظيفة، ونحن لسنا بحاجة لهذا النوع من الحمير. ولا أعتقد أن لدينا نقص في الحمير، فالحمير والحمد لله لدينا أعداد لا تعد ولا تحصى. يا زميلي ويا أستاذي، منذ أن رأت عيوننا النور ونحن نرى حميرا كثيرا، ولم نسمع أن هناك حمارا مغشوش أو حمارا مزيف، ولكن هذه مؤامرة تحاك للضحك على عقولنا، والمركز وبكل تأكيد فاشل. ولكن ليس عدلا ما تقوله يا سيدي. كلما جاء أحد برأي مخالف لرأيكم تقولون أنها مؤامرة، والمؤامرة في عقولكم أنتم. يا أستاذ هل قاطعتك قط؟ أنا لم أقاطعك. من الضروري أن أقاطعك يا سيدي. أنت ليس لديك إثباتات، لديك إثباتات قدمها للجمهور. يا أستاذ ليس عدلا ما يقوله يا سيدي. لحظة، أنت في يوم من الأيام كتبت في لا ليس عدلا ما تقول. لحظة لو سمحت، هناك اتصال هاتفي. لحظة لو سمحت، هناك اتصال هاتفي. لديك إثباتات قدمها. لو سمحت. ألو نعم، معتز حسين من السويد، تفضل. اولا انا اعتب على الاستاذ ده اللي جالس على اليمين. لو سمحت، لسنا بحاجه لمواعظ وبدون مقدمات. انا اقول ان البائع يتحمل تكلفه كل شيء ويعود له الحمار، ويتم البحث عن حمار اصيل تاني، لان الفكره بصراحه تستاهل، خصوصا عندنا في اوروبا محتاجين. اشكرك. نعود إلى الأستاذ أسعد سعيد، ما رأيك فيما يشاع أن هناك محاولة للتدخل الأجنبي في قضية الحمار؟ بعد الفاصل الإعلاني. أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بعد فاصل إعلاني. عبود سليم. نحن مشاهدين. شوف، اسمع مني زين، المنعطف اللي دخلته قضية الحمار لا يمكن قبوله. إذا ما انحلت قضية الحمار أبقاكم تصفون، مفهوم؟ هذا الموضوع في القضية. ما هي آخر القضية؟ هل هناك أي ما هو دور الهيئة العربية الآن؟ الحقيقة أنه الموضوع تحت السيطرة، وحنا الحقيقة مطلعين على كل شيء، وإن شاء الله إن ولو نطول شوي، بس الموضوع إن شاء الله بطريقه الحل. لو سمحت هل عرضت عليكم بعض القوى العظمى وسطتها؟ لا، هذا كلام الحقيقة ننفيه نفيا قاطعا، وهذا كلام عارم من الصحة والزراعة والمياه والشؤون البلدية والكروية، الثلاثي المتصدع قائمة الدوري كاس، جزاهم الله خير. ما هو دور الحقيقة؟ لحظة لو سمحت، احنا ننفي تدخل أي جهة حتى وحنا عارفين ونعرف بحسن نية الدول الصديقة، بس الحقيقة فضلنا نحل الموضوع في إطار
البيت الواحد والأسرة الواحدة، وبعد دقائق إن شاء الله من الاجتماع تعرفون الحل بإذن الله. هذا الموضوع لو سمحت بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا، أرحب بالأخوة الأعضاء جميعا، وأرجو من الجميع الالتزام بالهدوء والتعاون كما عودتمونا دائما. نبدأ. الأخ صاحب الحمار. سم طال عمرك موجود الله يحييك. أهلا وسهلا. هلا والله يسلمك. الأخ المشتري. سم طال عمرك الدكتور فؤاد مدير المركز وأستاذ الاستنساخ. أهلا وسهلا. لحظة طال عمرك بس قبل ما تبدأ، مع احترامي وتقديري، ترى أنا دخت يا جماعة، دخت. شوفوا حل الموضوع حمار. الله اكبر، انت اللي دخت. اجل انا ايش اقول؟ اللي مجرجريني من نافذ لنافذ ومن شارع لشارع. احترم نفسك انت. انا احترم نفسك. يا اخوان هدوء، اجلس. والله اجلس يا اخوان. نحن نمر بظروف عصيبة، تحديات زعزعت الثقة فيما بين الأشقاء. أنا أرجو أن حنا نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. كلامكم على العين والراس طال عمرك، بس في شيء ثاني، من اللي بيتحمل النفقات والمصاريف اللي صرفناها على الحمار؟ طالع هذا يبا، هذه مشكلتكم انتوا، لا ترمونها علينا. يبا فلوس ماكو، خلصت فلوس، ما عندنا فلوس بح. توكم تقولون انها قضية عربية وبسرعة رجعتوا وقلتوا ما في فلوس. حقيقة يا أخوان، لقد اطلعت الهيئة العليا وجميع أعضائها الدائمين على جميع تفاصيل الاجتماعات وقرار اللجان المختصة في شأن دعوى الحمار والمركز المذكور الأخ فؤاد الاستنساخ. بعد مشاورات ومباحثات مطولة ومريرة اتخذنا القرار التالي. أولاً، تبعث التقارير الطبية إلى أحد المراكز المتخصصة في الغرب للاطلاع عليها وإجراء الفحوصات اللازمة لها، على أن يسجن الجميع بمن فيهم الحمار وصاحب الحمار وبائع بائع الحمار والمشتري على ذمة القضية حتى ظهور النتيجة. ثانياً، في حال تعثر تطبيق الحل الأول يطلب من أحد الأطراف التنازل عن القضية بضمان المكانة الاعتبارية للهيئة العليا والشخصية الاعتبارية لرئيس الهيئة العليا والطرف المتنازل عن القضية. سيدي الرئيس، أنا الحقيقة أشجب وأنكر، هذه أولاً. ثاني شيء سيدي الرئيس، يعني الحقيقة المركز ما قصر وبذلوا جهد وشكلوا لجان وحافظوا على حماري، والحقيقة ما قصر وأشكرهم طال عمرك. وسيد الرئيس حتى حكيك كان حلو، وأنا الحقيقة عجبت في كلامك، وأنا علشان سيد الرئيس أبغى الفكة اذبحوني سيد الرئيس. أنا موافق إنني أرجع حماري وأعطي المدير المركز الفلوس حقته وافتك منهم. يا جماعة، حنا اخوان مهما كان وما يفرقنا 1000 حمار. احنا اخوان مهما كان ما 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 يفرقنا 1000 حمار. فإن هذا الحمار يرجع إلى صاحبه. نعم. الحمد لله. يعني هل تقدر تقول أنا القضية انتهت؟ بإذن الله. بإذن الله. الحمد لله. تفضل. ما هي بصراحة هل أنت سعيد؟ لو سمحت، ما هي